كله دعم القوات العسكرية السعودية، الجوية الملكية، الدفاع الجوي الملكي، قوات البرية غيرها، وهذا زاد من نشاط وزاد من التحضير وزاد. فكر أنت بس لا سمح الله تقرب على منشأة نفطية سعودية في هذا التوقيت. عندي معلومات أنا ومن مصادر موثوقة، السعودية قالت لأمريكا حتى في رسالة إذا فكرت إيران بالهجوم عبر وكلائها أو هي على منشأة نفطية في السعودية فالقصف سيكون داخل إيران ولتشتعل حرب في المنطقة. ستقصف السعودية إيران، ستقصف طهران، ستقصف شيراز، ستقصف قم. هذا الشيء رح يحصل، وبلغوا السعوديين الأمريكان به، لأنه ما عاد في صبر بهذا الموضوع أبدا، وليحصل ما يحصل. لذلك أمريكا قعدت، لأنه في دول خليجية مثل قطر مثل عمان خايفين كذا لا يصير حرب إيران تقصف. قالت السعودية بنقصف جوا إيران. هالمرة ما في تساهل مع محمد بن سلمان، ما رح يتساهل أبدا ولا رح يسكت عن هذا الموضوع.